في الشتاء مفيش احلى من كيكه البرتقال، وريحتها اللي بتبقى ماليه البيت دفى وريحه ما حصلتش، وكمان ريحتها اللي بتكون جايبه لاخر الشارع. ويا عيني لما تكون سبونشي وخفيفه كده، طعم تحفه. يا سلام عليها مع كوبايه الشاي، هو ده. مفيش احلى من كده اكيد. يلا بينا مع بعض نعمل احلى كيكه برتقال ونملى بيوتنا دفى وخير. وطالما قلنا كيكة برتقان يبقى أساسي معانا بشر برتقان. بس بدل ما نبشر البرتقان بالمبشرة العادية اللي متعودين عليها، هنغسله كويس جدا. بعد كده هنبشره أو هنقشره بمقشرة البطاطس. هناخد بس الطبقة الأورنج اللي احنا شايفينها حالا مع بعض دي، تمام. بعد كده هنقطعها بالسكينة لأن أنا عايزاها تكون سميكة سيكة، تمام. سميكة كده عشان في الطعم بتدي يعني زيست البرتقال كده حلو، يعني بتدي طعم حلو قوي على ما تكون مبشورة. بتبقى ظاهرة سيكة في الطعم لكن ما بتعملش أي مرارة خالص، بالعكس بتدي طعم انتعاشة حلوة كده لكيكة البرتقال. تمام. يلا بينا بقى نكمل كده، احنا خلاص بشرنا مع بعض. أول حاجة بشر البرتقال. هنجهز مع بعض بعد كده عصير البرتقال. هنجهز عصير البرتقال عشان يكون جاهز معانا. صدقوني مش علشان التصوير بس، لما بنجهز كل حاجة جنبنا قبل الشغل بيسهل معانا الشغل جدا. بتكون كل حاجة سهلة معانا. كده خلاص معانا أحلى عصير برتقال جاهز. يلا بسرعة بسم الله ونحط لايك ونبدأ مع بعض نشوف هنعمل كيكة البرتقال ازاي. هنا معانا بشر البرتقال، شوفوا معايا خشن ازاي، انا عايزاه كده، ولو اخشن من كده يبقى احلى كمان. صدقوني مفيش اي مرارة، بالعكس لما يجي تحت بقنا كده واحنا بناكله بيدي طعم حلو قوي. معانا هنا نشا، ده بيكنج باودر، وده فانيليا، وده ملح، وهنا الدقيق. طبعا المكونات هنقولها حالا مع بعض في الفيديو او هكتبها لكم في صندوق الوصف، تمام. اول حاجه خدنا الدقيق ونزلنا عليه بالبيكنج باودر. هننزل بالمواد الجافه مع بعض، تمام. وبعد كده النشا، وهنقلب كل ده مع بعض. انا هنا مضاعفه المقدار، هكتب لكم في صندوق الوصف المقدار لصينيه، وبعد كده نقدر نضاعف كل مكون في 2 في 3 في 4 لو عاوزين تضاعفوا المقدار براحتكم خالص، تمام. هنا الدقيق معانا المكون لصينيه واحده، كوبايتين ونص من الدقيق عليهم 2 معلقه كبيره من النشا ومعلقه كبيره ونص من البيكنج باودر، تمام. وبعدين بتقلبهم مع بعض كمواد جافه. هنا معانا البيض، المقدار ده بياخد معانا 3 بيض، بنزل عليه بالفانيلا والملح والسكر، تمام. وببدأ أخفق كويس جدا. الملح بالظبط نص معلقة صغيرة من الملح، والفانيلا طبعا حسب مقدار البيض، والسكر معانا للكوبايتين ونص دقيق كوباية وربع من السكر. أنا هنا مضاعفة المقدار عشان كده شايفين مع بعض كمية البيض في الفيديو كتيرة عن إنها تكون 3 بيض، وفي نفس الوقت السكر كتير عن كوباية وربع، تمام. خفقته لحد ما بقى كريمي معانا بالشكل ده. ببدأ أنزل بالزيت بسرسوب رفيع جدا. الزيت مقداره كوباية إلا ربع من الزيت. عارفين لما بنعمل مايونيز هو بالشكل ده، مجرد ما البيض والسكر يدي معانا قوام كريمي ابدا انزل بالزيت بسرسوب رفيع جدا كاني بعمل مايونيز بالظبط، تمام، لحد ما اخلص كل كميه الزيت اللي معانا. بعد كده ببدا انزل بكميه عصير البرتقال. عصير البرتقال للمقدار اللي معانا بالظبط كوبايه من عصير البرتقال. مش عايزه اقول لكم وانا بشتغل في الكيك بس كانت الريحه قلبه البيت ازاي. بعد كده بنزل ببشر البرتقال، يا عيني. هنا بنزل بمعلقة كبيرة من الخل، لكن أنا هنا بحط 4 كبيرة من الخل لأني كنت مضاعفة المقدار في 4. برضو هكتب لكم إن شاء الله في صندوق الوصف لو حابين تعملوا الكيك لأربع مقدار تضاعفوه، يعني الأربع مقدار بحيث يكون جاهز معاكم على طول. كل ده إن شاء الله في صندوق الوصف. لو بتشوفوني لحد هنا أتمنى لايك وشير كتير وكومنتات حلوة علشان يظهر الفيديو لأكبر عدد ممكن. ببدأ بعد كده أنزل بالدقيق. وفي الخطوة دي المفروض إني خلاص شكرا مش هستخدم تاني المضرب الكهرباء. لكن هقول لكم أنا بعمل تركة حلوة قوي. شايفين كده المضرب معايا مش شغال خالص، يعني أنا مش مشغلة الكهرباء، أنا بس بعمله كأنه مضرب يدوي. بقلب الأول بإيدي كده، وهنا بصوا كنت بحاول إن أنا الأول أظبطه على أقل سرعة على واحد بس، بحيث يدي معايا سرعة بسيطة ويخلط الدقيق مع المواد السائلة،
طبعا لو عليت السرعة عن كده كده الدقيق هيعمل عرق، ومش ه... يعني مش هيكون احسن حاجة. لكن انا عارفة انا بستخدم ازاي، فبعمله بسرعة بطيئة جدا كأني عادي بستخدم مضرب يدوي. لو انتوا مش تعرفوا تتحكموا في التركة دي او في النقطة دي، استخدموا المضرب اليدوي هيكون احسن كتير. تمام. هنا لو تاخدوا بالكم انا بحرك ايدي اكتر وتقريبا واسرع من المضرب. طبعا اول ما ببدأ في عمل الكيك، الفرن بيكون ساخن فاضي كده على 180، وجنبي الصواني بكون دهناها ومديها رشة دقيق، دهناها بأي مادة دهنية انت حابة، زبدة، سمنة، زيت، براحتك خالص. تمام. تكون كده حاجتي جاهزة حواليا، وفي نفس الوقت الفرن ساخن من قبل ما أبدأ في عمل الكيك، ساخن على 180 درجة. وكل ما بنسمي الله وبنستغفر الله كده واحنا بنشتغل، ربنا بيبارك في شغلنا وفي الحاجة، وربنا يبارك للكل يا رب، ويعين كل حد على أكل عيشه. شوفوا يا حبايبي هنا كده خلاص كان الخليط بقى تحفة جدا. شايفين قوامه؟ مفيش أحلى من كده. هنا الصينية زي ما قلنا أو القالب أنا خلاص دهناه ومبطناه كويس جدا بالدقيق. ببدأ بعد كده أنزل بالخليط في الصواني براحتك. لو انت عاملة كمية كبيرة زيي أو أكبر من كده، أهم حاجة ما تكتريش عن نص الصينية أو أكتر من نص الصينية شوية، بس كده. تمام. أنا هنا كنت الأول بحاول إن أنا أهز الصينية وزودتها بصراحة عن كده شوية. تمام. الأول إن أنا أشوف هي محتاجة ولا لأ، وبعدين أزودها. عادي بتطلع معانا كيكة هشة وتحفة قوي. صدقوني لو عملنا الكيك مع بعض بالمقادير دي وبالتركات دي، هتاخدوا كيكة برتقال هشة وتحفة قوي. تقدروا تعتمدوها، تقدروا تزينوها، تقدروا تخرجوها هدايا او كاترينج لو شغل من البيت. حقيقي تحفة ولا اروع. كاترينج اقصد للحبايبي اللي بيعملوا مشاريع من البيت، ربنا يعين كل حد على خلق على رزقه يا رب. هنا كانت خلاص الكيكة دخلت معانا الفرن وخرجت. بصوا، عشان القوالب كبيرة أخدت معايا أكتر من ساعة إلا ربع بشوية في الفرن. شوفوا السكينة طالعة نضيفة ازاي، مفيهاش أي عجين خالص كده، الكيكة تحفة مستوية زي الفل. الكيكة دي برعاية أمهاتنا وأجدادنا، كيكة كده عظيمة بترجعنا لذكريات زمان ودفى البيوت بريحة البرتقال. ده هي دي حلاوة الشتا بصراحة. اكتبوا لي في الكومنتات لو طبقتوها وعجبتكم، او لو طبقتوا اي حاجة من الوصفات اللي نزلتها مع بعض على القناة، هكون شاكرة جدا. يا ترى طبقتوا ايه وعجبكم؟ ويا ترى بتفكروا في ايه نعمله مع بعض الفترة الجاية؟ هنا بصوا الكيك كانت هشة جدا، مش عايزة اقول لكم كانت قد ايه جميلة. هشة هشاشة مش طبيعية، بجد تحفة. شايفين مسام الكيك ولونها جميل ازاي؟ تحفة، مفيش احلى من كده. يا عيني عليها بقى مع كوباية شاي كده ومع لمة العيال بالليل قدام تلفزيون او قدام مسلسل، يا سلام. ونرجع كده لبيوتنا الاجواء الجميلة ولمة العيلة مع بعض، ونحاول نبعد شوية عن الموبايلات، ربنا يحميهم يا رب. هنا الكيك شكله رهيب. اتمنى الفيديو، لو بتشوفونا لحد هنا اتمنى لايك وشير وكومنتات حلوة كتير زيكم. ولو بتتابعونا من اي بلد تانية اكتبونا في الكومنتات بتتابعونا منين، هكون سعيدة جدا. شايفين مع بعض بشر البرتقال باين ازاي وتحفة جدا يا بنات في الطعم. يلا بقى اسيبكم واروح اكل قطعة الكيك دي مع كوباية الشاي. يا عيني على الدفء، مفيش احلى من كده. يلا دمتم في رعاية الله. مع السلامة، باي باي.